في ناس كتير كسبت بطولات اكتر من محمد علي، وفي ناس خسرت اقل، في ناس ارقامها افضل منه. ومع ذلك لما يتفتح نقاش عن اعظم رياضي في التاريخ، اسم واحد دايما اللي الكل بيرجع له: محمد علي كلاي. والغريب ان اللي خلى العالم يفتكره كانش اللكمات ولا الاحزمه ولا حتى الانتصارات. اكبر سبب خلى محمد علي عايش لحد النهارده هو انه في يوم قرر يخسر. والفيديو ده مش عن الملاكمه ولا عن افضل نزالاته، الفيديو ده عن الراجل اللي غير معنى كلمه رياضي، وليه بعد اكتر من نص قرن لسه كل رياضي كبير بيمشي على الطريق اللي هو رسمه. العالم قبل محمد علي، قبل الستينات، الرياضي كان مطلوب منه يعمل 3 حاجات: يلعب، يكسب، يروح بيته. بس ما حدش كان مستني منه رأي، محدش مستني شخصيته عاملة ازاي ولا رسالته. الجمهور كان بيحب الأداء، ما كانش فارق معاه الإنسان. كان ممكن تشجع لاعب 10 سنين وما تعرفش هو بيفكر ازاي، لأن ببساطة ده ما كانش مهم. الإعلام وقتها كان شايف إن الرياضي مجرد آلة للفوز، كل ما يكسب يحطوه في الجورنال، كل ما يخسر يجيبوا غيره والدنيا تكمل. لكن سنة 1960 ظهر شاب عنده 18 سنة اسمه كاسيوس كلاي. محدش وقتها كان متخيل ان الشاب ده هيقلب الصناعه كلها. كان طويل، رفيع، سريع بشكل غريب، بس السر ما كانش في سرعته، السر كان في لسانه. كل ما يدخل اي مؤتمر يتكلم اكتر ما الملاكمين بيتخانقوا، يقول انا الاعظم قبل ما يبقى الاعظم، يقول انا هكسب. تخيل كل ده واحد عنده 18 سنه. قبل ما يطلع الحلبه يوصف الجوله اللي هيخلص فيها على خصمه، الصحفيين كانوا فاكرينه مغرور، الملاكمين كانوا فاكرينه عيل صغير وطايش. لكن محمد علي كان فاهم حاجه ولا واحد فيهم فاهمها: ان الناس مش بتتفرج على الرياضه بس، الناس بتتفرج على القصه. والاول مره بقى في جمهور بيتفرج على المؤتمر الصحفي زي ما بيتفرج على المباراه. والاول مره العناوين الرئيسيه بقت عباره عن كلام الملاكم مش عن لكناته. وده كان بدايه حاجه العالم كله بيعملها النهارده. احنا النهارده متعودين نشوف لاعب بينزل فيديو، يعمل اعلان، يتخانق على السوشيال ميديا، يستفز منافسيه، يعمل شخصيه. لكن وقتها الكلام ده ما كانش موجود. محمد علي هو اللي اخترع الفكره، واول واحد فهم ان الناس مش هتدفع عشان تشوف ملاكمه، الناس هتدفع عشان تشوف نهايه قصه. هو كان يطلع يقول هوقعوا في الجوله الخامسه، الناس تروح الاستاد عشان تشوف مين هيكسب. هل هيعرف يوقعوا في الجوله الخامسه؟ هل هيكون صادق ولا هيكون كذاب؟ كل كلمه بيقولها كانت اعلان، كل مؤتمر كان عرض، كل تصريح كان جزء من السيناريو من غير ما يحس. محمد علي كان بيعمل حاجه اسمها بيرسونال براندنج قبل السوشيال ميديا وقبل اليوتيوب وقبل التيك توك. كان هو الترند. ولحد النهارده لما تشوف حد مشهور زي كريستيانو او اي نجم فاهم قيمه الكاميرا، افتكر ان اللعبه دي بدات من هنا. لكن السؤال الحقيقي: هل كل ده كان مجرد تسويق ولا كان في سبب واحد خلى محمد علي يحارب العالم كله؟ وده اللي هنكتشفه دلوقتي. سنة 1964 كان في شاب عنده 22 سنة واقف قدام أخطر ملاكم في العالم، واقف قدام سوني، راجل الناس كانت بتخاف حتى تبص له. كان بطل العالم بيخلص نزالاته قبل ما الجمهور يقعد على الكرسي. كل الخبراء، كل الصحفيين، كل الناس بتوع المراهنات قالت نفس الجملة: الولد ده هيتقتل. لكن كاسيوس كلاي كان بيضحك، كان يطلع قدام الكاميرات يهزر، يغني، يقول شعر، يقول هطير زي الفراشه والسع زي النحله. والصحافه كانت شايفاه مهرج، الملاكمين شايفينه مغرور. لكن الحقيقه انه كان اذكى واحد في القاعه. هو كان فاهم ان الناس ما بتحبش تشوف شخص مثالي، الناس بتحب تشوف شخصيه، شخص يخليك تحبه او تكرهه لكن مستحيل تتجاهله. وده بالظبط اللي هو عمله. قبل اي نزال كان بيزور خصمه، يقف قدام بيته، ينادي عليه، يستفزه، يتريق عليه، يخليه يفقد اعصابه. ليه؟ لان محمد علي كان مؤمن بحاجه: ان المعركه بتبدا قبل ما الجرس يرن. هو كان بيكسب اول جوله وهو لسه لابس بدله، ولما دخل قدام ليستون العالم كان مستني يشوف امتى هيقع. لكن اللي وقع كان توقعات الناس. كاسيوس كلاي كسب واخد بطولة العالم. لكن غريب ان الناس تاني يوم ما كانتش بتتكلم عن النزال ولا عن التحكيم ولا عن اي حاجة. الناس كانت بتتكلم عن كلامه، عن طريقته، عن ثقته، عن جنونه. ومن هنا بدأت اكبر ثورة في الرياضة، لان اول مرة النجم بقى اهم من المباراة. وده شيء احنا النهارده واخدينه كانه امر طبيعي، لكن وقتها كان جنون. النهارده لو رونالدو عمل حركة، لو ليبرون كتب تويته، هتبقى خبر. لو ميسي فتح لايف، الملايين هيدخلوا اللايف ده. لكن اول واحد خلى شخصية الرياضي حدث كان محمد علي. محمد علي فهم ان الجمهور مش بيحب الفوز، الجمهور بيحب القصه اللي قبل الفوز. والاول مره الملاكم بقى صانع محتوى قبل ما المصطلح ده يتولد بعشرات السنين. لكن كل ده كان مجرد البدايه، لان اللي هيعمله بعد كده هيخلي العالم كله يبطل يشوفه كملاكم، يبدا يشوفه كخطر حقيقي. احنا النهارده بنسمع كلمه بيرسونال براند في كل حته: ابن اسمك، ابن صورتك، خلي الناس تعرفك. لكن قبل ما الكلمه دي تبقى موجوده كان في راجل عايشها بالفطره: محمد علي. هو ما كانش بيبيع ملاكمه، هو كان بيبيع محمد علي. مش محتاجه حاجه يعني. اسال نفسك سؤال: ليه الشركات النهارده بتدفع ملايين عشان الرياضي يحط صورته مع منتج؟ الاجابه بسيطه: لان الناس بتشتري الشخص قبل المنتج. ومحمد علي كان اول واحد فهم المعادله دي. كل حركه كان بيعملها كانت محسوبه، كل صوره، كل كلمه، حتى طريقته في المشي كانت رساله. هو ما كانش داخل اي مكان، هو كان داخل يعمل مشهد. وده فرق ضخم. في رياضي مشهور وفي رياضي لما يدخل القاعه كلها تتغير. وده كان محمد علي. حتى اللي بيكرهوه كانوا بيتفرجوا عليه. عارف ليه؟ لانه كان مستحيل يبقى عادي. في مره واحد صحفي ساله:
وقال له انت ليه واثق في نفسك بالشكل ده؟ رد عليه وقال له لو كررتها كتير الناس هتصدقها وانا اولهم. والجمله دي شكلها بسيط لكنها غيرت حياه ناس كتير بعد كده. فكره انك تبني صورتك بنفسك مش تستنى الناس تبنيها لك، وده اللي هو عمله. هو كان بيخلق اسطورته قبل ما الناس تخلقها. والاغرب ان كل النجوم اللي جم بعده اشتغلوا بنفس القواعد، الضجه والصوره والبراند. حتى البراندات نفسها اتعلمت منه الفكره دي، هو ان المنتج مش هو البطل، البطل هو الانسان اللي الناس مصدقاه. لكن المشكله ان كل اللي عمله ده ما كانش عاجب ناس كتير، لان طول ما الرياضي بيتكلم عن الفوز الدنيا هتسقف له، لكن اول ما يبدا يتكلم عن المجتمع، على السياسه، على الهويه، هنا نتحول من نجم لعدو للبلد. وده بالظبط اللي حصل مع محمد علي. ومن هنا بدات اخطر معركه في حياته، المعركه اللي ما كانش فيها حلبه ولا قفازات ولا حكم، المعركه اللي هتسحب منه كل حاجه. لحد اللحظه دي انت ممكن تفتكر ان اكبر معارك محمد علي كانت ضد سوني او جو او جورج فورمان، لكن الحقيقه ولا واحد فيهم كان عدو الحقيقي. عدو الحقيقي كان فكره ان الرياضي مهمته يلعب وبس، اسكت اكسب امشي، دي كانت القاعده، واي حد يخرج عنها هيبقى خطر. وفي نفس الوقت كاسيوس كلاي كان بيتغير، بدا يقرا اكتر، بدا يسال، بدا يدور عن هويه يحس انها بتمثله. ولما اعلن اسلامه وغير اسمه لمحمد علي العالم انفجر. الناس قالت احنا مش هنسميه غير كاسيوس كلاي. بالنسبه ليهم الاسم الجديد كان تحدي، لكن بالنسبه لمحمد علي كان اعلان ان لاول مره مش هيعيش بالشخصيه اللي المجتمع يختارها له، بس هيعيش بالشخصيه اللي هو اختارها لنفسه. ومن هنا الموضوع ما بقاش ملاكمه، بقى صراع على الحريه. كل مؤتمر كان معركه، كل تصريح كان معركه، كل ظهور معركه. وفجاه الملاكم اللي الناس كانت بتدفع فلوس عشان تشوفه بقى شخص الحكومه نفسها بدات تراقبه، لان اخطر حاجه على اي نظام مش واحد بيكسب، اخطر حاجه ان واحد الناس بتسمع كلامه، شخص مؤثر بمعنى اصح. وده بالظبط اللي كان بيحصل. كل يوم شعبيته كانت بتزيد، صوته بيعلى، لحد ما جه اليوم اللي اضطر فيه ياخد اصعب قرار في حياته. قرار كان عارف انه ممكن يضيع كل حاجه هو بناها. سنة 1967 الولايات المتحدة كانت بتبعت آلاف الشباب عشان حرب فيتنام، والدور جه على محمد علي. كل الناس كانت متوقعة إنه يعمل زي غيره، ينفذ، يرجع، لكن اللي حصل كان مستحيل حد يتوقعه. وقف قدام العالم كله وقال أنا ما عنديش مشكلة مع فيتنام. الجملة دي كانت كفاية جدا إن حياته تتقلب. في أيام قليلة اتسحب منه لقب بطل العالم، اتسحب منه رخصة الملاكمة، اتمنع من ممارسة الرياضة بشكل عام، وده في أهم سنين عمره. تخيل معايا أنت في قمة نجاحك بتكسب ملايين، كل حلمك اتحقق، وفجأة بقرار واحد كل ده يختفي. معظم الناس كانت هتتراجع، هتعتذر، كانت هتقول خلاص انا غلط، لكن محمد علي رفض. وكان عارف انه كل يوم بيعدي بيسرق من عمره الرياضي، وكان عارف انه ممكن عمره ما يرجع بطل تاني، ومع ذلك ثبت على موقفه. وهنا في رأيي اتولدت الأسطورة، مش في أول بطولة ولا في أول ضربة، لكن في اللحظة اللي اختار فيها يخسر كل حاجة. في فرق كبير بين شخص بيضحي عشان يكسب وشخص بيضحي وهو عارف انه ممكن ما يكسبش ابدا. وده الفرق اللي الناس بدأت تدركه بعد سنين. في وقتها ناس كتير شافته خاين، متكبر، متهور، لكن التاريخ كان بيكتب حاجة تانية خالص. كان بيكتب ان الراجل ده خرج من الحلبة ودخل التاريخ. بس السؤال لو كان عمل كل ده. والغريب ان الصورة اللي في دماغنا عن محمد علي غلط. احنا فاكرين ان العالم كله كان بيحبه، لكن الحقيقة ان في فترة كان تقريبا مفيش حد بيحبه. الصحف كانت بتهاجمه، القنوات كانت بتهاجمه، السياسيين كانوا ضده، حتى جزء كبير من الجمهور كان شايفين انه متكبر ومتعالي، شخص بيعمل مشاكل من غير داعي. ولما رفض حرب فيتنام الهجوم بقى اضعاف، اتقال عليه جبان، خاين، بيهرب، واتشتم اكتر ما تشجع. وده اغرب جزء في القصة، لان النهارده كل نفس الناس دي بتتكلم عنه باعتباره بطل. طب ازاي شخص العالم كان بيهاجمه بقى بعد سنين رمز عالمي؟ والاجابه ان الزمن عاده عنده عاده غريبه، الزمن بيكره الشخص اللي بيسبق عصره. وبعدين بعد ما الناس تلحقه وتقول ازاي ما حدش كان فاهمه. محمد علي كان بيتحاسب بعقليه سنه 1967، لكن التاريخ حكم عليه بعقليه بعد 50 سنه. وده فرق ضخم، لان في ناس بتكسب اعجاب جيلها، وفي ناس جيلها نفسه بيحاربها، وبعدين الاجيال اللي بعده تكتشف انها بتشوف المستقبل. بدا الناس يسالوا نفسهم هو الراجل ده كان مستعد يضحي ببطولاته عشان مبدأ؟ كم واحد يقدر يعمل كده؟ كم نجم يقدر يخسر الملايين بايده؟ الاجابه قليل جدا. ومن اللحظه دي بدات صورته تتغير. الناس ما بقتش تشوفه كملاكم، الناس بتشوف الانسان. وده اهم تحول في حياته كلها، لان الملاكم ممكن الزمن ينساه، لكن الانسان صعب جدا يختفي. وده ياخدنا لاهم جمله في الفيديو كله. خليني اقول لك جمله ممكن في الاول تستغربها. لو شلت كل بطولات محمد علي ولو شلت كل هزيمته هيفضل محمد علي. ليه؟ لان هو اللي صنع اسطورته. ما كانش الذهب، ما كانش الاثر. اسال اي شخص يعرف محمد علي هيفتكر ايه الاول؟ هل هيفتكر عدد نزالاته ولا ترتيب القابه؟ غالبا لا، هيفتكر الكاريزما، المواقف، الكلمات، الجراءه. وده معناه ان الملاكمه كانت مجرد الوسيله، لكن الرساله الحقيقيه كانت اكبر من كده بكتير. هو استخدم الحلبه عشان يبقى صوته مسموع، ولما صوته بقى مسموع استخدمه في حاجه اكبر من الرياضه. وعشان كده اسمه اتكتب مش بس في كتب الملاكمه، اتكتب في كتب التاريخ. وده الفرق بين بطل واسطوره. البطل هو اللي بيكسب مباراه، الاسطوره بتغير طريقه اللعبه. ومحمد علي ما غيرش الملاكمه بس، غير شكل الرياضي حرفيا.
كان قبله الرياضي كان بيطلب منه ينفذ بس، بعده بقى الناس مستنيه تعرف هيقول ايه، وده السبب ان تاثيره ما وقفش عند القفازات، وصل للاعلانات وللسياسه وللاعلام ولطريقه بناء النجوم. لكن خليني اسالك سؤال، لو محمد علي ما كانش موجود اصلا، هل العالم الرياضي كان هيبقى زي ما احنا شايفينه النهارده، ولا تاريخ كامل كان هيتكتب بشكل مختلف؟ خلينا نجرب تجربه يمكن عمرنا ما فكرنا فيها. امسح محمد علي من التاريخ، امسحه مسحته، طب تمام رجعه تاني بقى، لا لا بهزر، امسحه كانه ما اتولدش. ايه اللي هيتغير؟ في الاول هنقول ولا حاجه، هيطلع ملاكم غيره، هيكسب بطولات غيره. لكن الحقيقه ان اللي هيختفي مش بطوله، اللي هيختفي هو نموذج كامل. تعال نبص حواليك النهارده، اي رياضي كبير عنده قصه، مش مجرد انجاز، عنده شخصيه ورأي هويه صوت. لكن السؤال، مين اول واحد اثبت ان الرياضي يبقى اكبر من مجرد لاعب؟ قبل محمد علي كان بيعيش يموت ده الملعب، بعد محمد علي الملعب بقى مجرد بدايه. بص على ليبرون جيمس، بص على كل الرياضيين اللي بيتكلموا في قضايا مجتمعهم، كل واحد فيهم سواء قصد او لا بيمشي على طريق واحد تاني فتحه من زمان. محمد علي حتى الشركات اتغيرت، زمان كان الاعلام بيبيع المنتج، النهارده المنتج بيشتري الانسان. شركه زي نايكي هي بتبيع لك هويه، مش بتبيع منتج. لما تختار رياضي هي بتختار اسرع واحد ولا اقوى واحد، هي بتختار قصه، ما بتختارش حد من دول، لان الناس بتحب القصه اكتر من الرقم. وده بالظبط اللي فهمه محمد علي. طيب تفتكر لو ما كانش موجود، هل كنا هنشوف رياضي خاطر بمستقبله عشان مبدأ؟ يمكن. لكن هل كان المجتمع هيتقبله بنفس السرعه؟ غالبا لا، لان كل صناعه بتحتاج شخص يكسر اول باب، واول واحد هو اللي بيدفع اكبر ثمن. وده اللي حصل مع محمد علي، هو اللي دفع الثمن عشان اللي بعده يمشي في طريق ممهد. عشان كده احنا بنقارن الابطال ببعض، لكن الاساطير مش بنقارنهم بحد، وده لانهم خلقوا معيار جديد. ومحمد علي كان واحد من الناس اللي غيروا تعريف النجاح نفسه. النجاح ما بقاش انك تكسب، النجاح انك تسيب اثر يفضل عايش بعد ما انت تمشي. وده يخلينا نوصل لاخر سؤال في القصه، لو كل ده حصل ليه بعد عشرات السنين لسه اجيال جديده بتكتشف محمد علي كانه بطل ظهر امبارح؟ خليني اسالك سؤال، كم بطل عالم تقدر تذكر اسمه دلوقتي؟ مش من الرياضه، مش من رياضه واحده، من كل الرياضيات هتلاقي العدد قليل جدا. مع ان التاريخ شاف الابطال، ناس كسرت ارقام، ناس كسبت بطولات، ناس فضلت سنين رقم واحد، لكن اغلبهم الزمن نسيهم. ليه؟ لان الزمن مش بيفتكر اللي كسب، الزمن بيفتكر اللي غير. وده الفرق بين البطوله والاسطوره. البطوله بتعيش لحد ما بطل جديد يجي يكسرها، لكن الاسطوره بتعيش لان مفيش حد عرف يعمل اللي عمله. وده اللي حصل مع محمد علي. احنا النهارده مش بنرجع نتفرج على نزالاته عشان نعرف مين كسب، احنا بنرجع عشان نفتكر ازاي راجل واحد رفض يبقى نسخه، ازاي شخص كان يقدر يعيش ملك واختار يعيش وهو بيدفع ثمن كل قرار اخذه. وعارف ايه اغرب حاجه؟ سنه 1996 العالم كله واقف ساكت. اولمبياد اتلانتا خرج راجل ايده بترتعش، جسمه خانه، صوته ما بقاش زي زمان، صابه المرض كان واضح جدا على كل حركه. ولو انت ما تعرفوش ممكن تقول مين الراجل ده، مين الراجل الكبير المريض ده؟ لكن اول ما ظهر عشرات الالاف وقفوا، وملايين حوالين العالم وقفوا معاه. ليه؟ هو مش داخل يلعب ولا يكسب بطوله ولا حتى هيتكلم، كل اللي عمله ان مسك الشعله الاولمبيه. لكن في اللحظه دي العالم ما كانش بيبص على جسمه، العالم بيبص على رحلته. لاول مره الناس كانت بتسقف مش للقوه لكن للثبات، مش للسرعه لكن للاثر. وده يمكن اجمل انتصار حققه محمد علي، ان جسمه ضعف لكن فكرته فضلت أقوى من أي وقت فات. ومن ساعتها كل جيل جديد بيكتشفه من أول وجديد، واحد من خلال فيلم، واحد من خلال وثائقي، واحد من خلال اقتباس، وواحد من خلال صورة قديمة. لكن كلهم بينتبهوا لنفس السؤال، إزاي إنسان واحد كان تأثيره بالحجم ده؟ والإجابة إن عمره ما كان بيحارب عشان يكسب مباراة، كان بيحارب عشان يثبت إن الرياضي ممكن يغير العالم. وده هو السبب الحقيقي اللي مخلي اسمه لسه عايش. فاكر أول سؤال بدأنا بيه اللي ناس كتير بتعتبر محمد علي كلاي أعظم رياضي في التاريخ مش أعظم ملاكم، وهنا الفرق واضح. دلوقتي اعتقد ان الاجابه واضحه، من انسان مواقفه بانت في الحرب، من انسان مرضيش يشارك في اعتداءات. واكيد طبعا انت عرفت ان الموضوع اكبر من مجرد ماتشات ملاكمه. هو مش احسن رياضي لانه كسب بطولات كتير، ولا لانه كان اسرع، ولا لانه كان اقوى، لان الحقيقه كان في ملاكمين اقوى منه، وكان في ملاكمين حققوا ارقام لكن محدش فيهم غير معنى كلمه رياضي. محمد علي خلى الناس تبص الرياضي على انه انسان له راي، له رساله، له مبدا، واثبت ان الانتصار الحقيقي مش دايما بيكون جوه الحلبه. احيانا اكبر انتصار بيكون لما تخسر كل حاجه ولكن ترفض تخسر نفسك. وعشان كده بعد كل السنين دي لسه اسمه بيتقال، ولسه قصته بتتحكي، ولسه كل جيل بيرجع يكتشفه من جديد، لان في فرق بين واحد كسب العالم وواحد غير العالم. ومحمد علي ما كانش مجرد بطل، كان الفكره اللي غيرت معنى البطوله. في جمله اكيد انت سمعتها قبل كده، مفيش محمد علي تاني. بس انا شايف ان الجمله دي ناقصه، لان السؤال الحقيقي ليه مفيش محمد علي تاني؟ السؤال هو هل اصلا كان ينفع يبقى في محمد علي تاني؟ الاجابه غالبا لا، مش لانه كان اسرع ولا اقوى ولا كل الكلام اللي احنا قلناه، ولا حتى
فكان أذكى، لكن لأن الزمن اللي صنع محمد علي اختفى. محمد علي ظهر في عالم كان لسه بيتشكل، كل كلمة بيقولها كانت بتتسمع، كل موقف كان بيهز بلد، كل قرار كان بيعيش سنين. النهارده احنا في عالم مختلف، كل دقيقة في 1000 ترند، 1000 رأي، 1000 بطل جديد. الضوضاء بقت أعلى من أي صوت، لكن وقتها كان في صوت واحد بس قدر يخترق الضوضاء دي كلها، وده كان محمد علي. والغريب إن الناس كتير فاكرة إن السر في قبضته، لكن الحقيقة إن السر كان في شجاعته. أي ملاكم ممكن يتدرب، أي رياضي ممكن يقوي جسمه، لكن كم واحد مستعد يخسر شهرته وفلوسه وبطولاته عشان مبدأ؟ حبيبي محمد صلاح. هنا الفرق الحقيقي، احنا مش بنتكلم عن راجل بيكسب نزالات، احنا بنتكلم عن راجل مستعد يخسر حياته الرياضية عشان يفضل هو. ان الناس مش بتقارن محمد علي بأي ملاكم تاني، الناس بتقارن محمد علي بأي شخصية مؤثرة. محمد كان أكبر دليل إنه خرج من الرياضة وبقى فكرة. في أبطال غيروا نتائج مباريات، في أبطال غيروا قوانين اللعبة، أما محمد علي فغير تعريف اللاعب نفسه، خلى العالم يبص للرياضي مش كجسم قوي، لكن كإنسان له صوت، له موقف، له تأثير. عشان كده أنا مش مؤمن بجملة إن مفيش محمد علي تاني، أنا مؤمن إن مفيش زمن هيعرف يصنع محمد علي تاني، وده السبب الحقيقي اللي مخليه مستحيل يتكرر. فاكر أول الفيديو لما قلت لك إن أعظم إنجازات محمد علي ما كانتش الملاكمة؟ دلوقتي الإجابة عندك. محمد علي ما كانش أعظم رياضي لأنه كسب، بس كان أعظم شخص لأنه فهم حاجة قليل جدا الناس بتفهمها، إن البطولة بتخليك مشهور، بس الموقف هو اللي بيخليك خالد. في ناس بتكسب بطولات الدنيا تنساهم، وفي ناس بتخسر كل حاجة والتاريخ يفتكرها. محمد علي خسر لقبه، فلوسه، وخسر سنين من عمره، لكن في المقابل كسب حاجة مفيش بطولة في العالم تقدر تديها لأي حد: احترام التاريخ. وده الفرق بين بطل بيكسب مباراة وأسطورة بتغير معنى اللعبة نفسها. يمكن بعد 100 سنة الناس ما تبقاش فاكرة عدد نزالاته ولا أهزيمته، لكن هيكونوا فاكرين إن في راجل واحد بس وقف قدام العالم وقال لأ، ودفع ثمن الكلمة دي من حياته. وده يمكن أعظم انتصار حققه محمد علي، مش إنه هزم خصومه، لأ، إنه رفض إن العالم يهزمه. عشان كده كل ما حد يسأل مين أعظم رياضي في التاريخ، الإجابة مش بتبدأ بالملاكمة، الإجابة بتبدأ بإنسان أثبت إن الرياضي ممكن يسيب أثر أكبر من أي بطولة. وده السبب إن محمد علي ما كانش مجرد بطل، كان معيار كل بطل جه بعده. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وقول لي رأيك في الكومنتات.